السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنجرب لكم كنكة القهوة دي. هي عندنا موجودة في محلات أولاد سليم ب50 بدل 75 داخل العروض الحالية. بس في ناس قالت لنا تتحط على النار وفي ناس لأ، فاحنا قلنا كده نجرب ونشوف هل تنفع تتحط على النار ولا لأ. وبرضه هجرب لكم نار مباشرة، بس هنستني بس المية تغلي وهوديها لكم هناك نار مباشرة على العين دي. ودي يا جماعة شنط المحل اهي، وأرقامنا كلها على الشنطة اهي. طبعا اللي خلاني احط الجزء ده انا شلته من هنا وحطيته هنا عشان الكنكه كانت بتقع، مش نافعه ان هي تقف في نفس المكان. هي شكلها ما شاء الله الميه بتغلي اهي. بس يا جماعه الفطاطيع هستنى لحد ما تغلي خالص. بس طبعا المشكله هنا في اليد هتكون قريبه من النار شويه، فانتوا خدوا بالكم لما تيجوا تحطوها على النار يا جماعه، خدوا بالكم. واهم حاجه تطلعوها على حاجه سيليكون او خشب زي كده. معلش يا جماعه الفيديو ده هيطول شويه لان احنا هنسيبها لحد ما تغلي، وكمان هنوديها على النار مباشره بعد ما تغلي كمان. بس هي عشان الكنكه ما كانتش عايز تقف معايا هنا، فاضطريت انا اجيب بتاع العين التانيه الاكبر شويه. نوطي كده النار شويه. طبعا القهوه يا جماعه بتحب ايه احنا نعملها على نار هاديه لو بنعمل قهوه او كده. هي ما شاء الله بدات تغلي اهي. وبرده ايه هكمل لكم على نار مباشره. هنوطي كده الاول عشان اليد ما تتلسعش. هنكمل يا جماعه على نار مباشره خالص اهي. انا كده يا جماعه حطيتها على نار مباشره زي ما حضراتكم شايفين اهي. اهي يا جماعه تحمل نار مباشره. بس الافضل طبعا ان احنا نحطها على حاجه زي كده عشان اصلا مش هتقف على البتاع على طول. اهي يا جماعه الميه بتغلي ما شاء الله، بتعمل يعني تقدروا تعملوا فيها القهوه على النار عادي جدا. ما شاء الله منتج جميل جدا وسعره حلو جدا، ب50 بدل 75. كنكه قهوه بايركس تحطها على نار مباشره زي ما انا عامل كده. طبعا لما نيجي نطلعها يا جماعه بقى نحطها على ايه، على السيليكون عشان ما تطوش. لو حطيتها على الرخامه كانت طقت مني على طول. كان معاكم محسن سليم من محلات اولاد سليم. السلام عليكم.